المية والدقيق هما أساس مشروعك الجديد. تابعوا معايا الفيديو للآخر لأن حقيقي اللي بيحبوا المشاريع هيستفادوا جدا جدا معايا النهاردة. ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. كوباية من المية الدافية، عليها ربع كوباية من السكر، عليهم معلقة صغيرة من الكركم، وباكو من الخميرة الفورية. ضروري هنا نختبر الخميرة بتاعتنا، لأن زي ما بقولكوا كل مرة لا قدر الله ان الخميرة مدة صلاحيتها منتهية ممكن تبوظ أكلتنا خالص، فلازم نعمل لها تيست كده ونعرف ان هي شغالة معانا. في الوقت دوت بيبقى معايا ألوان طعام صحية، هستخدم اللون الأصفر وهضيفه بالعدد كده 4 نقط بالظبط، ما تضيفوش كتير، وندوب مع بعض ونسيبها على جنب. بعد كده ببتدي ان انا احضر الدقيق. مبدئيا كده هنبدأ بكوبايتين ونص من الدقيق المخصص للمخبوزات، عليهم رشة بسيطة من الملح، ونبتدي ننزل بالخليط اللي احنا عملناه مع الخميرة والكركم والسكر. بعد كده هضيف عليهم ربع كوباية من الزيت، واختاروا نوع زيت يكون كويس لانه هيفرق معاكم جدا جدا في الطعم. في الوقت دوت هنبتدي بقى ان احنا نعجن ونقلب كده كل الخليط بتاعنا ده. وعايزه اقول لكم ان المخبوزات بتاعتنا النهارده او وصفتنا النهارده بتلزق جدا، بس مع الاستمرار في العجن هتلاقيها فكت من ايديكي شويه بشويه. طيب نعمل ايه؟ في ايدينا كده او جنبنا بيبقى نص كوبايه من الدقيق، بننزل بالتدريج لحد لما نلم العجينه بتاعتنا. بس عايزه اقول لك ان وصفتنا النهارده بتعتمد على العجن الكتير، يعني افضلي عجيني فيها كده لحد لما تروح وتيجي معاكي. بعد ما بنخلص عجن لمدة 10 دقايق، هنا بقى عايزة بقى الناس المخضرمة الشاطرة تنزل دلوقتي حالا في الكومنتات تقولي انا بعمل ايه. انا مش بعمل فزورة ولا حاجة، بس انا عايزة اعرف بقى انتوا عرفتوا انا بعمل ايه النهاردة ولا لسه ما عرفتوش. بعد ما بعجنها لمدة 10 دقايق ببتدي ان انا اجيب معلقة صغيرة من السمنة البلدي او ممكن الزبدة، بس ابعدي عن الزيت. نقلب نعجن تاني كده لحد لما العجينة تلم معانا. وبعد ما هتضيفي السمنة او الزبدة هتلاقي العجينة فصلت عن بعضها. انا مش عايزاكي تقلقي خالص، استمري في العجن لحد لما تلم معاكي بالشكل ده. هنسيبها لحد لما تخمر. وطبعا طريقة التخمير في الصيف غير في الشتاء طبعا. طيب في الصيف مش هتاخد معاكي نص ساعة، اما في الشتاء ممكن تاخد وقت شوية. اما لو حطيتيها في مكان دافي هتخمر معاكي بسرعة، هتبقى معانا بالشكل ده. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين معايا احنا النهاردة يا جماعة بنعمل طريقة الفايش اللي بيتباع في الافران او المخابز. الله بقى، بس الطريقة البيتي بقى الحلوة كده الجميلة الهش اللي انتوا عارفين تاكلوها كده تحسوا ان هي هشة كده معاكم، مش مكبوسة كده وناشفة. وهتشوفوا دلوقتي التركات اللي احنا هنعملها. ببتدي في الوقت دوت ان انا اقسم العجينه بتاعتي ديت لنصين، تمام كده، وافردها على شكل على الشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وارولها. بس لاحظي معايا وانا برولها هنا بحاول ان انا اضغط عليها، يعني انا بلف واضغط شويه لان انا مش عايزه يبقى فيها فراغات من جوه. بعد كده لما نيجي نقطع الفايش بتاعنا ميبقاش فيه فراغات، فتبتدي ان انت ترولي وتضغطي ترولي وتضغطي وتقفليها حلو جدا جدا عشان ما تفتحش معاكي. ببتدي طبعا ان انا اضيفها في صينيه فيها ورق زبده، واسيبها تاني لمده لا تقل عن 30 دقيقه تخمر تاني. انا عايزاها هنا تخمر وتاخد راحتها قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفين الحجم كان قد ايه وبقى قد ايه. اللهم بارك، حاجه كده حلوه جدا. في الوقت دوت الفرن بيبقى شغال على درجه حراره 180. بتدخل الفرن على الرف الأوسط مدة لا تقل عن 25 دقيقة. أنا ما بشغلش شواية خالص، هي هتاخد لون كده زي ما انتوا شايفين معايا. وفي الوقت ده انت ما تجيش ناحية الفايش ده خالص، أو دلوقتي هو عيش مش فايش، ما تجيش ناحيته خالص خالص. تسيبيه مدة لا تقل عن من 4 ل5 ساعات. ويا ريت بقى لو سبتيه لتاني يوم، يعني الشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده أنا ما قطعتوش في ساعتها، أنا سبته لغاية تاني يوم علشان وانا بقطعه ما يقعدش يتفرفت مني ويبوظ وهيبقى طري قوي. لا انا عايزاه يبات كده معايا. طبعا لازم يبقى عندك السكينه المخصصه لتقطيع العيش او الخبز علشان نقطع بالشكل اللي احنا عايزينه، وتبتدي تقطعيه بكل سهوله. ما تقطعيش السمك ما يبقاش رفيع قوي ولا سميك قوي، علشان لما يدخل تاني في مرحله التحميص ما يتحرقش مننا او ينشف زياده عن اللزوم. ونراعي ان هو يبقى كله حجم واحد. هو ده اللي كنت بقول لكم عليه. شايفين لما عملناها رول كويس وقفلنا
الفرنة مفيش فراغات فيها ازاي، شايفين كلها عاملة ازاي الشكل واحد. اما لو انت ما كنتيش قفلتي الفراغات كويس كانت هيطلع فيها فراغات، يعني لو ما كنتيش عملتي الرول ده حلو وقفلتي زي ما انا بقولك كده كان هيبقى في النص كده فراغات. بتدخل الفرن تاني على درجة حرارة 200. بس هنا بقى احنا بنخلي الرف بتاع الفرن لفوق. علشان ايه؟ علشان تتحمص حلو. وغير كده وكده انا ما بشغلش الشوايه خالص، بخليها تتحمص في الفرن زي ما انتوا شايفين معايا كده. او لما تعمليها تست كده وتضغطي عليها من النص تلاقيها ناشفه كده، هي بتبقى تمام معاكي. واللهم بارك. عارفين ولا عمركم ابدا هتشتروه من بره التاني ابدا ابدا. طعم وريحه وجمال وهش وجميل ويتاكل كده حاف كده. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا دعموني بلايك كتير وشير كتير. بستنى دايما كومنتاتكم الحلوه اللي زيكم، وعايزاكم بقى تقولوا لي تجاربكم للفايش، هل بتعملوه بنفس المقادير ونفس الخطوات ولا ليكوا تريكات تانية؟ بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في وصفه جديده مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.